بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله الجزء الخامس من atrial fibrillation from physiological point of view. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن ليه الاtrial fibrillation is low output state، ازاي بيعمل diastolic dysfunction، وليه بيعمل mitral regurg. النهارده ان شاء الله جايين نتكلم عن الانتي كواجيليشن، بس انا النهارده مش جاي اتكلم عن شاتس فاسكور ولا عن reduced dose of NOACs ولا على انتي كواجيليشن بريدجنج في non cardiac surgery. احنا قبل كده ليه اصلا atrial fibrillation بيعمل تجلطات؟ ما تسالش نفسك ليه بنستخدم انتي كواجيليشن مش بنستخدم انتي بليتلس؟ ليه الاسبرين مثلا بقى كلاس 3 ريكومنديشن كبديل للانتي كواجيليشن في المرضى الاتريال فايبريشن؟ الاف بيعمل جلطات بطريقتين مهمين جدا. اول حاجه ده يعتبر الاهم هو البلاد ستيزس. ثاني حاجه ده برضو مهمه هو الكرونيك انفلاميشن. وكالعاده نبدا برقم 2 عشان نخلص منه. الاتريال فايبريشن بيدخل عيان في كرونيك انفلاماتوري ستيت، ده بيكون فيه زياده في الراس اكتيفيتي اللي هو رين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم اكتيفيتي، وده بيزود برضو الالكتريكال ريموديلنج زي ما قلنا. بس الفكره بقى ان زياده الانفلاميشن ده كمان بيعمل اندوثيليال ديسفانكشن. الاندوثيليال ديسفانكشن ده انا فاكر من زمان ايام بقى الاثيروسكليروزس. الاندوثيليال ديسفانكشن ده بيزود احتماليه حدوث الجلطات بكذا طريقه، من اهمهم نقص فائده النيتريك اوكسيد سواء نقص كميته او نقص الفعاليه بتاعته. حط دي في دماغك ان احنا كده جبنا نقطه اللي هي الاندوثيليال انجري او اندوثيليال ديسفانكشن. رقم واحد بقى وهو المهم ان هو اللوس اوف اتريال كونتراكشن بيعمل بلاد ستيزس، يعني بيفضل شويه دم جوه الاتريوم مش بيتحركوا بسرعه كافيه، يعني ستيزس او ستاجنيشن. لو جمعت بقى الحاجات اللي احنا قلناها هيبان لك ان احنا كونا ما يعرف بالفيرشاو تراياد اوف ثرومبس فورميشن، وهو البلاد ستيزس بسبب اللوس اوف اتريال كونتراكشن، الاندوثيليال انجري بسبب الاندوثيليال ديسفانكشن اللي بيعمله الانكريزد انفلاميشن، كمان معانا الدراع الثالث اللي هو الهايبر كواجولابل ستيت، الهايبر كواجولابيلتي اللي بتزيد بسبب الاندوثيليال ديسفانكشن كرونيك انفلاميشن. ووجد ان مرضى الاتريال فايبريليشن بيكون عندهم زياده في البون ويلبران فاكتور اكتيفيتي، وكمان تربلنس اوف فلو اللي بيحصل بسبب irregularity ده بيزود البليتلت اجريجيشن. فاحنا كده كملنا الكرايتيريا بتاعه الفيرشاو تراياد في الليفت اتريال. زود عليهم بقى ان انت عندك بوكيت او كيس اللي هو الليفت اتريال ابندج، ده بيكون فيه بلاد ستيزس اعلى كمان، فبيكون عرضه اكتر ان هو يكون ثرومباي في الليفت اتريال ابندج. نستفيد من كده بس قبل ما نكمل ان الاتريال فايبريليشن بيزود ثرومبس فورميشن عموما على مدار الجسم كل البلاد فيسلز، فهو بيعمل هايبر كواجولابل ستيت ثرو اوت ذا هول فاسكولار سيستم. ولكن عشان عندنا الليفت اتريوم فيه جيب زياده بيكون فيه ليسيزس اعلى شويه، فده موست كومن سايت ان هو يكون ثرومبس، بس ممكن يتكون في حته ثانيه عادي. طيب يبقى كده في ثرومبس اتكونت. ليه بقى بنستخدم انتي كواجيليشن مش بنستخدم انتي بليتلت؟ الانتي كواجيليشن بتستخدم للمناطق اللي بيكون فيها لو بريشر ارياز، زي مثلا ليفت اتريوم او ليفت اتريا ابندج. ليفت اتريوم ده البريشر اللي بيكون فيه مثلا 5 مللي، 8 مللي لما تزيد 12 ملم ميركوري، فانت ده يعتبر لو بريشر ستيت مقارنه مثلا بالاورطه اللي تلاقي سيستوليك 120 ده ستوليك 80 ستوليك 150 و60 وهكذا. فالانتي كواجيلانس بتستخدم لللو بريشر ارياز زي في ليفت اتريوم. انتي بليتلس تبقى استخدامها اكتر في الهاي بريشر ارياز او الهاي فلو ارياز زي الارتريز. ببساطه شديده كون الدم بيتحرك ببطء في الليفت اتريوم او يعتبر مش بيتحرك خالص بسبب الفايبريليشن، وده بيدي فرصه اكتر للكواجيليشن فاكتورز ان هي تشتغل، وبالتالي تكون الفايبرين في نهايه الكواجيليشن باث يعني. وبالتالي لو اعطيت كواجيليشن فاكتور انهبيتور زي النواكس مثلا اللي هي نيو اورال انتي كواجيلنس، او الدواكس بقى اسمها دلوقتي دايركت اورال انتي كواجيلنس، ممكن باذن الله ده يساعد في تقليل من حدوث الجلطات. على الجانب الاخر بقى الهاي فلو ارياز او الهاي بريشر ارياز سبب الجلطات فيها بيكون اكتر الرابيد بليتلت اجريجيشن، البليتلتس اللي بتجري فتقعد تخبط في الريجولار سيرفس اللي موجود وهي ماشيه يعني، وبالتالي ممكن وقتها يساعد استخدام الانتي بليتلتس اكتر من استخدام الانتي كواجيلنس في الحالات دي. ولكن ده طبعا هذا لا ينفي فائده الانتي كواجيلنس في بعض الاحيان. في النهايه يعني الفايبرين هو الاند برودكت بتاع الثرومبس فورميشن. وبالتالي لهذا السبب والاسباب اخرى الاسبرين هو كلاس 3 ريكومنديشن، يعني نوت ريكومندد كبديل للانتي كواجيلانتس في مرضى الاتريال فايبريشن اللي محتاجين طبعا ياخدوا انتي كواجيلانتس. هل تعتقد بقى ان نقطه اللو بريشر وهاي بريشر ارياز دي الفرق ما بين الانتي كواجيلانتس والانتي بليتلتس ليها دور في استخدام الثرومبوليتكس في مرضى الاستيمي ومنع استخدامها في مرضى النون ستيمي؟ ده هنبقى نوضحه ان شاء الله في حلقات جايه. المره الجايه ان شاء الله هنوضح ازاي الاتريال فيلينج بيحصل امتى، اذا كان الاتريا دايما بيفايبرليت يعني دايما بيعمل ميني كونتراكشنز. هذا والله اعلم، الحمد لله.